بسم الله الرحمن الرحيم. دي لحمة متعصجة. هقول لكم انا كنت بعصجها ليه، وكمان هعمل جبنة. الفيديو برضو فيه طريقة الجبنة في الاخر. اليوم ده عملت فيه حاجات كتير كتير هوريها لكم. وده ليمون مخلل، هقول لكم برضو على طريقة الليمون المخلل. اول حاجة طبعا الصبح الشاي واللبن ده ضروري. ابني كسر الكوباية اللي في النص دي. نشرب الشاي واللبن وبعدين نشوف ورانا ايه. ورانا شغل جامد النهارده، هنعمل فطير مشلتت. اللي بيحب الفطير المشلتت وعايز يعرف بيتعمل ازاي يبقى معانا في الفيديو. سموا الله وصلوا على النبي واعملي لايك وما تنسيش الاشتراك. طبعا دول 2 كيلو دقيق. هقول لكم اول حاجه بننخلهم، طبعا ضروري تنخلي الدقيق، مهم جدا. وتحطي ملح وسكر وميه بس. هو عجينه الفطير المشلتت مش بتحتاج غير ملح وسكر وميه. ال2 كيلو دقيق حطيت عليهم نص معلقة ملح صغيرة ومعلقة سكر كبيرة بس. وبعد ما عجنت هوريكم العجينة تاني دلوقتي. وبعد ما عجنت عصقت لحمة عشان هعمل فطير باللحمة المفرومة، وهعمل برضو واحدة بالجبنة، واحدة باللحمة المفرومة وواحدة بالجبنة. طريقة تعصيج اللحمة اكيد كلكم عارفينها. تحط اللحمة على النار، وبعد ما تاخد لون تغير لونها طبعا بشوية زيت. تحط عليها الخضار اللي هو البصل، فلفل اخضر، طماطمايه، ويا ريت عصرة ليمونة، بتدي طعم حلو قوي. وعملت برضو ايه، ليمون مخلل. الليمون المخلل ده اول مرة اعمله، كنت بجرب بس. سبته حوالي 10 دقايق على النار. هو مش بيحتاج غير 5 دقايق بس. اقول لك عن تجربتي يعني معاه عشان تبقي تعملي كده. الليمون رخيص اليومين دول ب10 جنيه، فقلت اعمل اخلي الليمون. قطعت طماطم وفلفل اللي انتوا شفتوه دوت عشان هعمل بيه الفطير، بحطه على الوش. ودي العجينه، عجينه الفطير. كل فطيره عملتها عجينتين عشان ابطط واحده واحط التانية في قلب التانية برضو. يعني انا فردت الاولانيه اهي ولميتها، وبعدين فردت واحده وحطيتهم في قلب بعض. هتشوف الطريقه دلوقتي. لو ما فهمتش هتشوفي دلوقتي. في واحده فردتها اهو، وهفرد التانية. اللي فردتها الاولانيه لميتها، وبعدين فردت واحدة وحطيت اللي انا فردها الاولانية في قلب التانية بالطريقة دي. لو بتعملوا بطريقة تانية قولولي، بس الطريقة دي عجبتني، بيطلع مورق وجميل. ما تنسيش اللايك والاشتراك. الفيديو فيه حاجات كتير هتعجبك، ولسه هنزلك حاجات كتير هتعجبك. ده حطيت اللحمة المفرومة على الوش. الطريقة دي توزعها كويس. كنت عاملة برضو فطير بالجبنة. حطيتها في البوتاجاز بشوي، بعمل اي حاجة عندي في فرن البوتاجاز. كان جميل بالشكل ده. وعملت برضو واحدة بالجبنة، كانت مورقة وجميلة قوي. واللي عايزة تشوف طريقة الجبنة موجودة برضو، هوريك الجبنة اللي عاملها جميلة ازاي. شوف الجبنة. اول حاجة تسخني اللبن تسخين بسيط جدا جدا، عشان لو سخنت قوي بيطلع مية كتير. وتحطي انا كيلو اللبن ده، كيلو اللبن دي مقادير كيلو لبن او رتل لبن. دفيت اللبن شوية صغيرين، وحطيت معلقة اجزة او منفعة، اسمها اجزة او منفعة، وسبتها شوية فجمدت بالشكل اللي انت شفتيه ده. اللي ما عندهاش البتاع ده بقطي تعمل في المصفى عادي، واللي مصفتها واسعة تحط فيها قماشة رقيقة. تحط شوية ملح كده، وبعدين تحط الجبنة دي بتصفي كتير قوي قوي. يعني البتاع اللي انتوا شايفينه ده بيبقى اقل من نصه، هتشوفوه دلوقتي بعد ما صفى مية. وتحط ملح في النص وملح على الوش. شوفوا بدأ يصفي مية اهو، بوريكم هو بدأ يصفي مية. وغطيتهم وسبتهم شوية، وكل شوية اروح اقلب. شوف بعد شوية كتر، مثلا نص ساعة او ساعة، قلبت واحدة والتانية هقلبها.
شوفوا الشكل بقت جميله. كمان ما تنسيش بقى اللايك والشير والتعليقات الحلوه.